إما 18 وإما 21. كيف ساهمت في المراحل المتأخرة طبعا جامعات ومعاهد علمية ودراسية مثل الزيتونة، الأزهر، القرويين في نشر العلم وفي تكوين العلماء، ولماذا تراجع دور هذه المؤسسات والمعاهد حاليا؟ هذه المؤسسات قامت على تقوى من الله وعلى نصح واجتهاد من العلماء وعلى تعاون مجتمعي، فكان الناس يوصون لها بالثلث، وكان لها أوقاف، وكانت مستقلة عن الدولة والسياسة، فلذلك قامت بمهمتها على أحسن الوجوه. فلما أممت أوقاف الأزهر مثلا، وكذلك نزع عن الزيتونة ما لها من الاستقلال، وكذلك ما كان في جامع القرويين في فاس، لما حصل ذلك تراجع أداء هذه المؤسسات وأصبحت أثرية ولم تعد كما كانت، فأصبح الأزهر مثلا يعين عليه شيخ الأزهر بعد أن كان ينتخب من بين العلماء أعلمهم وأتقاهم لله على أساس معايير لديهم لدى العلماء، ولذلك كانوا يختارون في بعض الأحيان أشخاص من خارج مصر لرئاسة الأزهر، فقد تولى رئاسة الأزهر أشخاص من خارج مصر، منهم من بلاد المغرب، ومنهم حتى من الصومال الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، ومنهم عدد من الذين جاءوا من الخارج تولوا رئاسة الأزهر لأن مستواهم العلمي يؤهلهم لذلك. فلذلك المؤسسات الآن أصبحت تابعة للدول، والدول لا تريد لها ذلك المستوى الذي كانت عليه. طيب ثمة مشكلة